لكن نقول إيه مفردها امرأة لفظ آخر. كذلك عالم ما فيش له مفرد من لفظه. والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات وفي البر وفي البحر، الله ربها خالقها مدبرها سبحانه جل وعلا. آدي قلنا النبات اللي هو أكل اللحم ده، جزاك الله خير وإحسانا يا جميع. نبتة غريبة فعلا، ده من خلق الله تعالى. نبتة، النبتة دي تاكل الحشرات الحية فقط. نبتة نبات. فوت يا حسام كده فرجهم النبتة دي طبعا، بس هو حد يحط دي أحسن تاكل. هي عامة ميتة يعني. وزعها كده خليهم يتفرجوا. ادي نبتة من خلق الله تعالى، تاكل اللحوم، تاكل الحشرات الحية. لو حطيت لها حشرة ميتة ما تاكلهاش ابدا. عارفة ان دي جيفة، لا ما اكلهاش. عاملة زي الاسود. الاسد له عفة غريبة انه اسد، ما ياكلش جيفة ابدا، ياكل حاجة طازج، حاجة صادها بنفسه او اصطادت له ومحدش قرب منها. طبعا اسد. طب ايه معنى التربية؟ التربية يا جماعة هي تبليغ الشيء إلى درجة الكمال تدريجيا. تربية معناها ايه؟ تبليغ الشيء إلى درجة الكمال تدريجيا، واحدة واحدة، خطوة بخطوة، بالضبط كده زي قضية الطفل. شوف التربية العجيبة بقى، بيبقى نطفة تحول لعلقة، بعد علقة بقى مضغة، يبقى عظام، يبقى لحم، ينفخ فيه الروح، بقى إنسان حي، بعد كده يخرج بأمر الله تعالى يبقى طفل في المهد، ياخد لبن الأم واحدة واحدة. نقول نفصله عن الرضاعة تدريجيا، أو واحدة واحدة يبدأ ياكل شوية مش عارف مهلبية، شوية مية مش عارف إيه، شوية شوية نعمل له صفار بيضة، حتة جبنة، واحدة واحدة. كبر بقى عنده سنتين وعدى السنتين، ممكن واحدة واحدة يجيب له حتة دجاجة بيضة نسلقها له. بالتدريج بقى صبي، بقى شاب، تدريج. تربية غريبة جدا وعجيبة. وكذلك في مقام التعليم، حتى التعليم نوع من أنواع التربية. فيأتي الشرع يعلم البشرية كيف تكون التربية. يجي سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول لمعاذ بن جبل عندما أرسله لبلاد اليمن: يا معاذ إنك تقدم قوما هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه أول حاجة، التوحيد والعقيدة. ودي برضه تربية لكل من يعمل في حقل الدعوة، لأن في دول الغرب نجد أمر غريب، يجي واحد يخش الإسلام حديثا تكركب الدنيا فوق دماغه. علموا الأول يعني لا إله إلا الله، علموا يعني محمد رسول الله. مش ما يجي لك الخمر، الخنزير، البيع والشراء، سويت له الدنيا، هو لسه ما يعرفش حاجة خالص. يا أخي الله يصلح حالك ويهديك، ما تقول امين يا ولد. مش بدعي لك. الولد اتخض. واحده واحده، تدريج. الاول يعرف مفهوم لا اله الا الله، الاول يعرف يعني ايه محمد رسول الله. نبدا بعد كده التدرج في الفروض بقى. قال النبي: فانهم اجابوك فاعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله. نبدا نعلمه ايه؟ الصلاة، ازاي يصلي، ازاي يتوضا. واضح؟ انما لا، ما شاء الله الفزلكه اللي عند بعض الاخوه دول حاجه عجيبه، بيتصرف ازاي ما تعرفش. يبقى لسه جاي الفلان يخش، حرام حرام يا اخي الله يهديك، ده قول امين. بتزعلون. والحريص على الدين صاحبه، عايز يجيب له الدين كله في قاعده. يا ابني لا، عشان كده بقول لك اسكت انت خالص. اللي ما يعرفش يقول ايه؟ عدس، يقول ما اعرفش. ما هي مشكلتنا يا جماعه مرض اسمه مرض التعالم. مرض ايه؟ التعالم. مهنه كله بيعمل فيها مهنه العلم، كلهم علماء. امر غريب فعلا وعجيب، كله بقى عايز يبقى عالم.
يا سيدي لا، عايزينك يا دكتور تبقى دكتور زي ما انت دكتور، وانت خليك تخصصك، وسيبوا العلم للعلماء للمتخصصين. مش بيقول لك كده مثلا في بلادنا ادي العيش لخبازه ولو كان نصه، ولو كانوا كله طب احنا هناكل ايه؟ يعني اذكر مره حكيت لكم القصه دي قبل كده. في بدايه الزواج كنت اريد واحد يعني يدهن لي الشقه، فالاخوه عايزين يكرموني، يكرموا الشيخ بقى. فواحد قال لي يا عم الشيخ انا هعمل لك شقتك. يا فلان انت نقاش؟ قال لي توكل على الله. حاضر. طيب يا استاذ فلان، اتاري صاحبنا مدرس ومالوش علاقه بالنقاشه، ولكن كان اشتغل صابي عند نقاش، بيشتغل في الصيف صابي عند نقاش مساعد، فعايز يكرم الشيخ بقى. هعمل لك انا الشقه. ماشي، تعال يا فلان نروح نجيب المون. هات وهات وهات. جاب لي مون يدهنوا عماره مش شقه. يقول اللي يعجبك هاته. يا ازاي يا ابني يعجبنا جيبه، مش انت النقاش؟ قول لي انا عايز كذا وكذا. المهم جاب جبنا، مش مشكله. وبدا يشتغل. والله يا جماعه قعد ما يقرب من شهر وشويه، مع ان الشقه بتاخد اسبوع وتخلص. ده كمان اللي يقعد فيها اسبوع ده يبقى هي كسلان. قعدني شهر وشويه. ماشي، والله بعقد الهاء بعد ما خلص واتجوزت. هم طبعا كانوا طالبين عايزين لون اسمه سن الفيل، عارفين زي اللون ده كده. ماشي كده. ما عداش شهر بعد الزواج وبقى لونه اخضر. ازاي ما تعرفش؟ ازاي اللون ده جه ما تعرفش؟ كنا والله يا جماعه كان امر تنام تقوم تلاقي الشقه بتدي لون تاني. ما تعرفش في ايه. المهم جاني اخ بقى فعلا كان يزورني ونقاش فعلا. قال لي يا شيخ مين اللي عمل لك الشغل ده؟ قلت له فلان. قال الله يسامحك يا شيخنا، ما قلتلناش ليه؟ الشغل ده كله عك. وبعدين ساب لي ميون. والله يا جماعه ميون يعني 3/4 الميون سابها مرميه بايظه خبط. ففعلا ادام ما تعرفش تقول بعرف ليه؟ اديك بوظت الشغل وضيعت مجهود واوقات. كان ممكن واحد صنايعي نضيف يجي يعملها في اسبوع وتاخد منه شغل، مش هيهدر لك ده كله. فبرضه في مقام العلم ما تعرفوش قول ما نعرفش. انت بتحشر نفسك ليه؟ ما دام ما بتعرفش. انا هكلمك انت وانت ماشي. بتحشر نفسك ليه؟ ما دام ما بتعرفش. ما تقول ما اعرفش ولا زعق لك تاني. ففي حاجه اسمها يا جماعه التدرج الدعوي. افهموا ده كويس. فقال له فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب يرفعها الله جل وعلا فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، أو كما قال النبي الأمين. يبقى في حاجة اسمها التدرج عشان يكون في تربية. الشاب لما جه للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وده شاب صحابي من أصحاب النبي، صحابي راح للنبي يقول يا رسول الله ائذن لي في الزنا، ائذن لي في الزنا، عايز رخصة انه يزني. طب نعمل ايه الشاب ده؟ نضربه؟ نطرده؟ نعاقبه؟ نعمل فيه ايه؟ تعالوا نشوف. قام له الصحابة غضبوا أي منه. قال النبي دعوه، اسكتوا انتوا خالص، اجلسوا على جنب كده. ما هو في المربي موجود صلى الله عليه وسلم. انتوا ما تتدخلوش في أهل علم، احترام العلماء، تتدخلش انت خالص. دعوه، اسكتوا انتوا خالص. ثم قال للشاب ادنه، قرب مني. ادي أول مرحلة في التربية، أن تقرب من تريد أن تربي، لأن لو حبك هيسمع منك، لو كرهك مش هيقبل منك. احفظ ده.
زي ما بقول دايما طلاب العلم لازم تكونوا من أفضل الناس معاملة مع الغير، لأن معاملاتك بتؤثر على دعوتك. النبي كان قبل أن يبعث كان يلقب بإيه؟ الصادق الأمين. الصادق الأمين. شوف أثر التربية بقى، وشوف أثر الخلق الكريم في الدعوة. في 23 سنة بنى أمة وأقام دولة، 23 سنة فقط. إنما مشكلتنا بقى إحنا إيه؟ إن إحنا كثيرا ما نفسد علاقاتنا بالغير، فقل أن يسمعوا أو ينصتوا لنا. فلازم الداعية ده أو طالب العلم ده يكون من أفضل الناس معاملة مع الناس، لأنه إيه؟ معاه بضاعة عظيمة جدا لازم يعرضها على الناس. فقال ادنه يعني قرب، فلا بد أن تقرب من تريد أن تنصح. أدي واحد. ثم خاطب النبي في الشاب أوطار قلبه فسأله سؤالا: أيها الشاب أفترضاه لأمك؟ هذا السؤال بقى يا جماعة. ما قالوش الزنا حرام وكبيرة من هو كذلك. الزنا حرام ولا حلال؟ تعالي صوتك يا ابني. حرام. ولا انتوا شايفين ايه؟ ولا انتوا عشان في اوروبا في ايه؟ الزنا حكمه ايه؟ حرام. كلام جميل. وكبيرة من الكبائر ولا لا؟ كبيرة من الكبائر. طب ما كان النبي يقول له الزنا حرام، صح؟ وخلصنا ولا ايه؟ لكن عايز يعلمنا المنهج في التربية، ازاي نربي وازاي نعلم، ازاي نستعمل الحكمة في التربية. قال: أفترضاه لأمك؟ طبعا الشاب إجابة سريعة: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أرضاه لأمي أبدا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. مش أنت بس، كل الناس كده. أفترضاه لزوجتك؟ صعبة دي قوي. ترضى أن زوجتك تزني؟ قال: لا يا رسول الله. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لزوجاتهم. أفترضاه لابنتك؟ شوف خلي بالك التضارب الغريب ده. بنتك ترضى؟ لا يا رسول الله لا أرضاه لابنتي أبدا. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. أفترضاه لعمتك؟ أفترضاه لخالتك؟ وعدد له المحارم. والشاب في كل مرة يفزع ويقول: لا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أرضاه لعمتي ولا أرضاه لخالتي. والنبي يقول: وكذلك الناس. خلاص، هذه التربية يا جماعة. الشاب فهم القضية. قال: يا رسول الله ادعو الله لي. الشهوة تملكت منه، ادعي لي. فوضع النبي يده على صدر الشاب وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واجعل غناه في صدره. يقول الشاب: فخرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض أفضل عندي من رسول الله وأقلعت عن الزنا. هذه التربية. ذكرت لكم موقف صلة بن أشيم. مر بهم شاب وكان مسبلا لإزاره، إزاره بيجرجر في الأرض. أصحاب صلة قاموا لهم ليشدوا عليه غضبانين، فقال لهم صلة بن أشيم من أئمة التابعين، قال: دعوني له أكفيكم إياه، سيبوني أنا. شوف إزاي بقى يعلم وإزاي يربي. فدعاه وقال: يا ابن أخي إن لي عندك حاجة. يا ابن أخي. فقال الشاب: كل ما شئت يا عماه. قال: إني أحب أن ترفع إزارك. فقال: نعم وكرامة. وراح رافع الإزار. فعاد صلة لقومه لأصحابه يقول: لو شددتم عليه لقال لكم لا ولا كرامة وسبكم. تدرب إزاي ندعو، إزاي نربي، إزاي نعلم. فمحتاج العلم وفهم. إمتى تكون لين، إمتى تكون رفيق، إمتى تكون حازم شديد. تراعي حال المدعو، ودي مهمة جدا في الدعوة. تربية. لما أنت بتقرأ الحمد لله رب العالمين
ومش فاهم معناها. شوف ربك كيف رب الخلق بالنعم.